جماعة القوات المصرية مستعدة للتجهيز. ابدأ التجهيز. جماعة القوات المصرية تجهز. طبعا. على فكره عادل ابطال ما عندكش فكره عن 48 سنه اللي ادانا محمود ابطال؟ والله يا علم علمك، معقوله تبقى قائد السريه وما عندكش معلومات اكتر من اللي عندنا؟ الاثنين الكبار قصادكم اهم، روحوا اسالوه. ده لو ابو الهول نط. ممكن يا فندم بعد اذنك هجاوب على السؤال ده بدلك؟ بص يا باشمهندس، احنا الاول هننزل السعوديه نعمل عمره، وبعدين ننزل جده، ومن هناك هناخد مركب ننزل بيها على الطور، ومن الطور على اسوان عدل اسكندريه. واول ما اتدلم الصعيد رماها بسامه فوجعت في غرامه ورجع في عار تاني. اصل كنت بروح اخد اذن من كابتن عادل وانا كنت بغطي عليه قصاد محمود ابطال مخزن الذخيره، وانا وعليش هنلغم الرصيف الحربي للمتصل العوده. بعد التلغيم بنص ساعه لازم نرجع لنقطه التقابل مع العوامه، لان بعدها هنرجع لمكان نزولنا على الشط. يا ابطال حاسس بحاجه؟ شويه. خلاص هانت، كلها كام كيلو ونوصل. سيبني وكمل. سيبك ازاي؟ ده انا بديك بروحي يا ابطال. سيبك ارجوك مفيش وقت يا ابطال، انا معيش حزام رصاص، هتغطس وتشدني معاك وحضرتك جامد. وتوصلوا للمينا وتفجروها. طيارة هليكوبتر رمتنا جنب المينا، كان المفروض ترجع تاخدنا، للأسف ما رجعتش، لكن كان في أوامر في حالة عدم رجوعها نسلم نفسنا ليكم. وايش ضمان؟ سيداتي أنساتي سادتي، دخلت الطائرة الآن الأجواء المصرية. بضعة دقائق ونستعد للهبوط في مطار القاهرة الدولي. نرجو من حضراتكم التأكد في المقاعد.